الرغم من كل التطور العلمي والتكنولوجي الذي توصل إليه الإنسان، إلا أنه لا يزال عاجزاً عن تفسير بعض الأمور الغريبة التي تحصل على كوكبنا. من بين تلك الأمور أو المعالم جسر أوفرتون شمالي المملكة المتحدة، والذي أصبح معروفاً بعد لغز انتحار الكلاب قفز عند عبوره. فما الذي يتراءى للكلاب لترمي بنفسها نحو الأسفل؟ أي جاذب يفقدها السيطرة ويدفعها نحو المجهول؟ تتبعت شيئاً أم رائحة طيفاً ربما؟ تلك أسئلة يزيدها البرد الذي يلف مدينة دنبرتون شمال غرب اسكتلندا، حيث يقع جسر أوفرتون الذي بني عام 1895 إثارة، فيما تبقى الإجابات مجرد تكهنات فقط. جذب قفز أكثر من 300 كلب من على الجسر اللث. شيد بجانب قلعة تم بناؤها عام 1863 الاهتمام للمدينة من شتى أنحاء المعمورة، وتناوب سكان المدينة على تقديم تفسيرات لظاهرة انتحار الكلاب تراوحت بين الإيمان أو الاستهزاء بوجود قوة خارقة في الجسر، في حين عبر العلماء عن حيرتهم. ويقول أستاذ الفلسفة باول أوينز الذي ألف كتاباً عن جسر أوفرت إن هناك عدة ظواهر غير مفهومة مثل وحش بحيرة لوخيانس في اسكتلندا ومثلث برمودا، وكذلك جسر الكلاب المنتحرة. وفيما يصف الجسر بمكان غريب للغاية، يشرح انطباعه بالقول: عندما تأتي إلى المكان ستشعر بالهدوء والسكينة، ولكن في لحظة واحدة يمكن أن ينقلب ذلك إلى جو من الرعب والخوف. يتحدث مارك مول أحد السكان المحليين عن وجود قصص مقلقة تتعلق بالقوى الخارقة حول هذا المكان، لافتاً إلى أن الأخير مرتبط بسيدة توفيت منذ فترة بعيدة، موضحاً بأنه إذا كانت الكلاب تقفز من الجسر فلا بد من وجود سبب يدفعها لذلك. ألا الناس تؤمن بتلك القصص؟ أيضاً باول أويث الذي حقق في لغز جسر أوفرتون لمدة 11 عاماً، ويلفت إلى مشاهدة الكثير من الناس لشبح سيدة بيضاء حول الجسر، لا سيما عندما يعبرونه وينظرون إلى نوافذ القلعة، ويقدم المزيد في هذا الصدد عندما يشير إلى أن الشبح شوهد وهو يحدق من النوافذ، وفي إحدى المرات كان حل الكلاب يسير مع صاحبه وتوقف فجأة ورفض عبور الجسر، وحين نظر الرجل إلى النافذة كان الكلب يحدق إلى الجسم الأبيض الذي يطل منها. ويتابع أن الأمر الغريب في القصة هو أن القلعة كانت مغلقة ومهجورة في تلك الأيام، ولا أحد يعيش فيها. من جانبه يقدم بيلي إرسكين وهو صاحب كلب قفز من الجسر وجهة نظر من القصة وهي أقرب إلى المنطق من التفسيرات السريالية، ويقول إنه سمع الكثير من القصص حول وجود قوة خارقة لكنه لا يؤمن بوجودها، مضيفاً: لم أشهد أي شيء غير طبيعي، أعتقد أن المياه هي السبب، ولا أعتقد بوجود الأشباح على الإطلاق. ويكاد إرسكين يلتقي فيما توصل إليه من تحليل إزاء هذا الموضوع المثير للجدل مع ما أدلت به جين المتخصصة في رعاية الكلاب، من حيث إنها لم تشهد أي تصرف غير طبيعي للكلاب عند عبورها الجسر، وتفيد بأنها مرت من فوق الجسر ومن تحته ولن تلاحظ أي تصرف غريب للكلاب التي ترعاه. وفي محاولة منها لتفسير ظاهرة تتحدث عن وجود رائحة لبعض الحيوانات أسفل الجسر، لتشرح أن الكلاب عادة ما تتبع حاسة الشم لديها فتقودها إلى القفز، وترجح أن الكلاب يمكن أن تكون قد رأت فئرانا أسفل الجسر أو أي شيء آخر جعلها تقفز. وأنت عزيزي، ما هو تحليلك لظاهرة انتحار الكلاب من على جسر أوفرت؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.